اخترت مجموعة أو نماذج من أشعار لشعراء مشهورين وشعراء ربما يعرفهم الشباب اليوم فقط. الشعراء المشهورون منهم مفتي زكريا على رأس القمة. مفتي زكريا في قصيدة له يذكر فيها خلاصة التفاف الشعوب العربية حول هذه الثورة المباركة. أقرأ لكم منها: نسب بدنيا العرب زكى غرسه، ألم فأورق دوحه وتفرع، سبب بأوتار القلوب عروقه، إن رن هذا رن ذاك ورجع، إذا ما تنهد بالجزائر موجع، وأقض في أرض العراق المضجع، وارتج في الخضراء تونس، وارتج في الخضراء شعب ماجد لم تثنه أرزاقه أن يفزع، وهوت مراكش حوله وتألمت لبنان واستعد جديس وتبع. جديس وتبع طبعا في الحجاز، وهي من القبائل القديمة العربية. تلك العروبة إن تثر أعصابها، وهن الزمان حيالها وتضعضع، الضاد في الأجيال خلد مجدها، والجرح وحد في هواها المنزعة، فتماسكت بالشرق جمهورية الجزائر، فتماسكت بالشرق جمهورية عربية وجدت بمصر المرتعة. هذا بالنسبة لي الشاعر مفتي زكريا شاعر الثورة الجزائرية. المغزى من تخليد هذه الأيام وهذه الثورة العظيمة هو بعث هذه القوة في الشباب. تمنيت أن يكون هناك شباب في هذا المكان، لأن عملهم ينتظرهم، ما زال ينتظرهم عملهم، مثل الشباب الذين ماتوا، منهم من مات في سن 15 عام 14 عام 12 عام، ومنهم شيوخ حملوا تلك الأمانة من أجل أن نقف اليوم في هذا المكان. من شبهة أخرى لمفتي زكريا عن الثورة الجزائرية، كفر الأولى نقصد بهم الأقدمون، كفر الأولى قالوا الشمال ثلاثة ودعوا إلى إذلاله بالنار. بالنسبة لي المكائد الفرنسية، لأن المكائد الفرنسية هي التي جعلت أن هذا المغرب الموحد هو 3 مغاربة، كان مغربا واحدا موحدا، أو الشمال الإفريقي مثل ما ذكرته الدراسات القديمة خاصة عند ابن خلدون وغيره، الشمال الإفريقي أو المغرب العربي. كفر الأولى قالوا الشمال ثلاثة ودعوا إلى إذلاله بالنار، نصبوا العصية على الحدود سفاهة وسعوا إلى توزيعه بضرار، والمغرب العربي شعب واحد ملء العروق دم العروبة جاري. هناك قصائد أخرى كثيرة، يمكن أن نذكر نموذج واحد للشاعر المغربي أحمد عبد السلام البقالي، وهناك مئات من الشعراء، أنا أستحيل أن أقول آلاف شعراء في كل الوطن، من الخليج إلى المشرق إلى الشام إلى هنا المغرب العربي، كلهم شاركوا إما في تخليد الثورة، إما في الدعوة إلى الثورة، إما في وصف تضحيات الجزائريين بمختلف فئاتهم وجنسهم. ماذا يقول؟ أنا بربري، أنا عربي، وأندلسي، أنا مغربي، شمال إفريقيا اشتعل والتهب وأحرق بناره جنح الظلام، أتونس لا تسألني مسلمي، فيومك لا بد آتي، وقد أتى، أنتم تحررتم قبل نفس 56 ونحن بقينا إلى 62، ولكن بقي هذا التلاحم إلى يومنا، وسالت دماؤنا ممتزجة معروفة في الساقية
نعم. ويا جارنا في الجزائر ما رقادك والليل قد أدبر، ويا شعب مراقش المستميت حمدا لله لآسادك الطائرين. جمع أسد. هناك شاعر آخر مغربي يسمى محمد الطنجيري. محمد الطنجيري في تغنيته الثورة ينادي بنفس التوجه قائلا: وحدة صرحها قوي قاهر، شهد الله أننا قد أردنا وحدة المصير في كل شيء مثل ما كان في القديم الغابر، وحدة في الشمال تبني لنا المجد ونبني بها السلام العافر، وحدة نعتلي بها قمم الجبال فيرتد عن حمانا الجائر. وهناك شاعر من ليبيا الشقيقة أيضا نتمنى منها من الله عز وجل أن يرفع عن هذا غبن هذا الانقسام بدون سبب. هم إخوتي، عليهم أن يعودوا إلى هذا التوحد من أجل أن يأخذوا مصيرهم المأتوم، وهو الحضارة والعلم والتقدم، وليس التقاتل بالسلاح. السلاح يوجه إلى العدو ولسائر الإخوان. يشدد على الأمر ذاته في قصيدة نظمها بمناسبة إحياء الذكرى السابعة للثورة الجزائرية، حيث قال فيها، أحاول أن أختصر اختصارا شديدا: إن الجزائر أرضها عربية ورجالها عرب مدى الأعصار، في العروبة لا تزال تلفه فرع العروبة لا تزال تلفه تلك الوشائج من بني النجار. بني النجار موجودين في الخليج. إذا من الخليج إلى المشرق العربي إلى الشام كلنا عرب، يجمعون اللسان وتجمعون القومية ويجمعون الدين. فرع العروبة لا تزال تلفه تلك الوشائج من بني النجار، اليوم قد تصل العروبة كلها في وحدة من سائر الأقطار. هناك نصوص كثيرة، أحاول أن أنتقل إلى شاعر آخر. هذا الشاعر اسمه ربما يعني الكثير من الشباب لا يعرفونه، رغم أنهم موجودون ربما بعضهم في الجامعة. وهذا مشكل كبير، أن الكثير من الشعراء الذين أسهموا في لهيب الثورة وخلدوا أيضا تضحيات الشهداء، شبابنا لا يعرفون عنهم شيئا، لا يعرفون أن هذا الوطن ضحى من أجله الناس، ماتوا، سفكت دماؤهم في كل ذرة من تراب الجزائر. لهذا تجدهم يطالبون بأشياء لا يمكن أن تتحقق بين ليلة وضحاها. عليهم أن يصبروا، عليهم أن يضحوا مثل ما ضحى آباؤهم، ولكن لا يعرفون معنى للتضحية، وهذا مشكل كبير. مشكل يعود أيضا للمنظومة التربوية التي لا تنظر هذه القيم في المدرسة، وبالتالي تخرج تلميذ ويصبح شابا مسؤولا وهو لا يفكر إلا في المادة، لا يفكر إلا في نفسه، يصبح فرديا لا اجتماعيا. فرنسا، هذا قلنا ليبي، شاعر جزائري أبو الحسن علي بن صالح. فرنسا: اعلمي أن الجزائر أمة بأمجادها بين الشعوب تفاخر، لقد نشرت في الغابرين حضارة، وهذا فم التاريخ ممتن وشاكر. كما نجد في زكريا أيضا في قصيدة أخرى رائعة جدا، هذه لا يعرفها أبناؤنا. نحن في الجزائر إخوان، جراحاتنا الثخينة حمرى، لحمة الضاد والعروبة والتاريخ والدين، آي ربك تبعى. سأنهي حتى لا أكون ثقيلا عنكم، سأحاول أن أنهي مثال آخر. هذا المثال لمفتي زكريا، ومثال آخر لأبي القاسم خمار. أبو القاسم خمار وما أدراك من محمد عيد خليفة يقول: ليس حقا، هذا يخاطب فرنسا وقت الاستعمار، يخاطب فرنسا: ليس حقا أن تحرم الشعب حقا. ما أخطأت في الجمالية، جمالية الشعر، وإن كان العمل تاعي كان مسبا على إيضاح الجمالية من صور ومحاسن البديعية
يعني الازدواجيه والتقديم والتاخير وغيرها، هذه نحاول باش نقدم الكلام تاعي للجميع وليس للمختصين فقط. ليس حقا ان تحرم الشعب حقا لقي النار دونه والحديد، ليس حقا ان تستريحي ويشقى، ليس حقا ان تسكني ويميد، ليس حقا ان تستجدي ويبلى، ليس حقا ان تخلدي ويبيد. يا فرنسا ردي الحقوق الينا واقل الاذى وكف الوعيد. نحن رغم الطغاة في الارض احرار وان خالنا الطغاة عبيدا. اما ابو القاسم خمار وهو من الشعر الحديث جدا، من شعر التفعيله. نعم. شعراء جزائريون قد اسهموا اسهاما كبيرا في التوطين للشعر الحديث. اللي يعرف عندي يعرف، مره يسمونه الشعر الفار، مره شعر التفعيله وغيره من هذه التسميات، ولكنهم متقاربون في بنائه الشكلي. جزائر توثب شعب تحرك في السيل بين الغمام، يهز النيام يدك السحب، يمر بكفين ناعمتين على قسمات القمر، فيمسح عنها غبار السنين وظلم البشر على أرض إفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.